في ليلة حالكة السواد، قرر الشاب آدم أن يغامر ويكتشف أسرار القرية المهجورة التي طالما سمع عنها. كانت القرية معزولة، مبانيها متهدمة وشباكيها محطمة، والضباب يكسو الأزقة كغطاء غامض. تقدم آدم بخطوات حذرة، وكل صوت تلتقطه أذنه يزيد من خفقان قلبه، حتى وصل إلى بيت قديم بدا أكثر رهبة من باقي القرية. على الطاولة المهترئة في متوسط الغرفة كان هناك كتاب غامض مفتوح. اقترب آدم ببطء، ويداه ترتجفان وهو يلمس صفحات الكتاب. فور لمسه انبعث ضوء باهت من بين الصفحات، وبدأت الظلال تتلوى وتتحرك حوله كأنها أرواح تبحث عن غريمها. صرخ آدم بصوت مرتجف: ماذا يحدث هنا؟ لكن لا أحد أجاب سوى صوت الرياح وهي تمر بين الجدران المهجورة. شعر آدم بالبرد يتسلل إلى عظامه، وكأن القرية كلها تتنفس حوله. حاول الهروب، لكنه وجد الظلاهة تلاحقه في كل زاوية، تحاصره وتعيده إلى متوسط القرية بلا رحمة. لاحظ قناعا قديما على الأرض عليه رموز غريبة. رفعه ببطء، وفجأة سمع ضاحكة مخيفة تتردد بين الجدران كأنها قادمة من لا شيء. ارتجف قلبه، لكن فضوله دفعه للاستمرار. تذكر آدم كلمات شيخ عجوز من القرية المجاورة: من يلمس كتاب القرية المهجورة يوقظ الظلال القديمة، ولن يجد طريقه إلا بعد مواجهة أسرارها. جمع شجاعته ونادى بصوت عال: إذا كنتم تريدون الانتقام فأنا مستعد لمعرفة السبب. توقفت كل الأصوات للحظة، ثم بدأت الظلال تتجمع، تظهر على شكل وجوه مخيفة وأياد ممتدة كأنها تحاول إيصال رسالة. اقترب آدم منهم بهدوء، وقرأ الكلمات المنقوشة على صفحات الكتاب: احترام الماضي يمنحك الحياة، والطمع يلفك بالظلام. ثم لاحظ أشباحا صغيرة تتحرك بين البيوت المدمرة، كأنها تحاول منعه من المغادرة. استخدم آدم ذكاءه، وتذكر طريقا قديما شاهده عند دخوله القرية، وركض بين الأزقة الضيقة محاولا تجنب الظلال والأشباح الصغيرة. وصل أخيرا إلى البئر القديم في متوسط القرية، حيث شعرت الظلال بالتردد كأنها تعرف أنه اقترب من الخروج. نادى آدم مرة أخرى: لن أعود إلا بعد أن أكتشف سر هذه القرية. وبفضل شجاعته وهدوئه استطاع أن يخرج من القرية، والظلال تراقبه بصمت. عند خروجه لاحظ ظلا غامضا على أحد التلال يراقبه، فابتسم وهو يعلم أن المغامرة لم تنتهي بعد، وأن القرية المهجورة ما زالت تخفي أسرارها المظلمة. هكذا ترك آدم القرية المهجورة، لكن الظلال لم تنتهي بعد. تذكر أن الفضول أحيانا يقودنا إلى المجهول، وأسرار الماضي تنتظر من يكتشفها. إذا أعجبك هذا المشهد من مغامرتنا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لتبقى دائما مع الراوي المجهول.